هنا البنات كيف ما كتشوفوا بالنسبه للعجينه ديالي احتاجيت غير كاس ديال العنبه ديال الماء دافي، وهو على حسب كيف ما قلنا القياس ديال الدقيق اللي درتي، وكنحصلوا على مسمن عادي جدا. كيف ما كتشوفوا العجينه جاتني هشيشه ورطبه ديال المسمن ديالنا. فغادي ناخذ سلوفان وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق بين ما نوجدوا الحشوه ديالنا، وخليكم معايا. اذا بالنسبه للحشوه ديالنا غادي نحتاج مقلاة اللي هي كبيره بزاف. غندير شويه ديال الزيت وغنضيف عليهم نصف كيلو ديال البصله. اللي دارت كونطيتي كثيره في المسمن دير كيلو ديال البصله، ومن بعد غنخليها تشحر مزيان، وغادي نمر باش نوجد الخليط الثاني اللي غنضيفو على البصله، الا هو غناخذ اناء فيه 2 البيضات، وغادي نضيف عليهم شويه ديال القزبور كيف ما كتشوفوا معايا، او المعدنوس اللي عندكم متوفره البنات فماشي مشكل، كيعطي مذاق زوين في الحشوه. ومن بعد غنضيف عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الخرقوم او الملون والقليل من الابزار او الفلفل الاسود. غنخلطهم مزيان ونخليهم على جنب لان غنحتاجهم فيما بعد. من بعد غادي نمشي نرجع للبصله ديالي، غنلقاها بدات كتشحر غير شويه البنات. غنضيف عليها 5 ديال المكعبات ديال الفرماج. اللي ما كتوفرش عليهم تقدر دير الفرماج العادي او لا اي فرماج عندكم في الدار. فانا درت 5 المكعبات ديال الفرماج، وبديت كيف ما كتشوفوا كندمجهم مع بعضياتهم حتى كيتشحروا مزيان. ومن بعد غادي نمشي نضيف عليهم الخليط ديالنا اللي وجدناه ديال البيض والقزبور والخرقوم الى اخره، وغادي نخليهم حتى يشدوا شويه في ريوسهم. والحشوه ديالنا ها هي بدات كتوجد. هنا الخليط ديالنا وجد، فغادي نخليه على جنب حتى يبرد. وفي هذا الاثناء غادي نجيب العجينه ديال المسمن ديالي اللي خليتها ترتاح ما بين 10 حتى 15 دقيقه، وغادي نشكلها على كويرات صغيره. في هذا الوقت هذا غنخبيها على السلوفان عاوتاني غير 5 دقائق، ومن بعد نبدا نقرص في المسمن ديالي. هنا بعد ما ارتاحوا ليا المسمنات او الكويرات ديال المسمن ديالي، فبديت كنورق فيهم. من الافضل تكون عجينه مورقه، يعني تورقوا مزيان البنات المسمن كيف ما كنقول كيف العاده. هذا الشيء بالنسبه للبنات المبتدئات، اما البنات اللي كيعرفوا المسمر تبارك الله عليهم. هنا كيف ما غتشوفوا غادي ندور بهذا الشكل هذا المسمر كيف ما كنديروا عاده. غادي نديروا الجنب الاخر على اليمين وواحد من التحت، ولكن انا غنخليهم عادي. علاش؟ لانني غادي ندوبل العجينه، غنديروا حدا فوحده، يعني ماشي غير مسمنه وحده كيف ما غتشوفوا معايا هنايا. فهذه غنساليها غنخليها ترتاح، وغنجيب كويره اخرى غادي نورقها وغنحطها في الوسط ديالها، وخليكم معايا.
هنا البنات الكويره ديالي الثانيه بعد ما ورقتها مزيان، فكنجيب الاولى اللي صيبت وكنحطها في وسطها. ضروري ما يجي مسمن مورق يا البنات باش ما يجيكمش غليظه، باش ما يجيكمش مسمن غليظ، يجيكم زوين وهشيش بهذه الطريقه هذه. كنحطوا المسمن عادي كيف ما كتشوفوا. فهاد الطريقه كتضمنوا ان الخليط ما كيخرج والمسمن كيجي مورق ولذيذ وهشيش. وغادي نخليهم يرتاحوا بهذه الطريقه. غادي نكمل الكويرات ديالي كاملين وحده فوحده كيف ما كتشوفوا حتى كنسالي العجينه ديالي كاملها ونخليها ترتاح واحد شويه، عاد نبداو نطيبوا. اذا هنا البنات كنجيب مقلاة او لا اي حاجه كطيبوا فيها مسمن. انا عندي ديك الكريل كنت كنطيب فيها، غير جاتني بعيده كاينه في الكراج، فداكشي قلت بلاتي دغيا نسربي ودرت مقلاة ديال الطفال. فحتى هي زوينه البنات كطيب مزيان. بالنسبه للزيت ما كنكثرش بزاف الزيت، كندير غير شويه حيت الا كثرناه كيجي عاوتاني بحال الخبز المقرمل. فالزيت ديال المسمن من الافضل تكون قليله البنات، غير شويه شويه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد فاش غادي نهزوا الكويرات اللي كنا صايبناهم على شكل مربعات صغار، ما نضغطوش عليهم بزاف البنات، غير واحد شويه وصافي، ونبداو على عافيه متوسطه، يعني ما مجهداش ما مهيله، متوسطه حتى نطيبوا المسمن ديالنا كامل. وخليكم معايا. هنا البنات واحد النقطة مهمة بغيت نشاركها معكم، هو هاد الغطاء اللي غطيت به المسمن، فهو دائما كنخصو المسمن فقط. ديما عندي موجود، وقت ما نوجد نسالي به كنصبنو بوحدو وكنخليه المسمن دائما كيكون خاص بالاشياء ديال المسمن. فهذا هو المسمن ديالنا المعمر بالبصله والفرماج اللي كيجي لذيذ شهوه منه يا البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه. ونشوفكم في الفيديو الجاي.